حاولي ما تاخديش اللي فوق العود من اوله، عشان في السوى عمرها ما تستوي، هتبقى معاكي ناشفه في الاكل زي القش. فدايما خدي ايه وسطاني في الخضره، وسطاني في الصيف بالذات. وبعدين لو عينيكي دمعت في البصل يا بختك، ده البصل بيغسل العين وبيغسل القلب والمعده وزي الفل. اديكوا شايفين احنا بنحضر الاكل لرمضان، وزي ما بنحضر الاكل عاوزين نحضر نفوسنا، نخليها كده بيضه وحلوه، وننسى كل قاسيه من اي حد، يعني ننسى كل حاجه وحشه. زي كده ما بتفضلي تجري تجيبي في بلح وتجيبي في يميش وتخزني في التلاجة، طهري نفسك من جوه، ما تخليش حد زعلان منك، ولا حماتك ولا اختك ولا اخوكي ولا بنت عمك ولا جارتك ولا اي حد. خليكي كده، طلعي الوحش كله وارميه، وقبلي سنه جديده وشهر كريم بنيه صافيه، ده كله حلو. كومك عند ربنا يزيد، كومك عند ربنا يزيد. ودايما اعذروا الناس واعذروا اللي قدامكم، اصل مش كل الناس زي بعضيها. مش بيقولوا لكم بيوت مقفله، في مثل امي تقول بيوت مقفله على بلاوي متلتله، يعني كل واحد ما قاعد بين اربع حيطان، ما حدش دريان بالتاني وما حدش عارف مشاكل التاني، فلازم نعذر بعض. ودايما نقول لا تعايرني ولا عايرك، ده الهم طايرني وطايلك، وسيبوها على الله. هنحط بقى شويه خضره، هنحط طماطم تكون مبشوره، الطماطم البلح زي الفل، ربنا يهديها علينا، بجنيه في السوق النهارده، حلوه قوي قوي وبلح وجامده وحلوه وتنفع للتخزين، يعني اللي عاوزه تجيب وتخزن تجيب الطماطم البلح الحلو تكون مبشوره. ومعانا الرز اهو، هناخد شويه بصل من اللي احنا قورناه، اللي طلع من البصل اوعي ترميه، ده حلو، خدي منه، هو بيبقى طالع عامل زي المطقط، يعني كانك مخرطاه بالظبط، بيبقى طالع متفتفت كانك مخرطاه، هناخد منه شويه. لو عاوزه تعيدي عليه مفيش مشاكل. يا ست ام كريم، ابو كريم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ست غاليه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. ازيك يا ست غاليه، عامله ايه؟ احنا بخير. شفت بقول عاوزين ان الشهر ده بقى نخش على رمضان، اليومين دول قلبنا ابيض. الو، انا سامعه حضرتك. سامعاني؟ سامعاك، بس وطي التلفزيون عندك. انا ما عنديش تلفزيون للاسف، انا لسه مروح على الطريق، انا راكب العربيه. طب اهلا وسهلا بيك. بالست غاليه، واول مره اتكلم برنامج حقيقي يعني. اهلا وسهلا. انا اتصلت بيكي مع احترامي لحضرتك، انت ست زي الفل، ومثال الست الشعبيه الجميله، ام روح حلوه والبسيطه زي حالتنا. الله يخليك يا ابو كريم، ان شاء الله تسلم.